هل تعتقد أنه فعلا تسلح الحوثيين في هذه المنطقة في صعدة، خاصة وأنهم وصلوا إلى جنوب المملكة على الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية، هل في خطر ما فعلا؟ يشاع ما يشاع ما يشاع ما يشاع، لكن لن تكون لدينا وثائق أنهم يريدوا أن يقيموا منطقة تشيعية مش شيعية، لأنهم هم زيود، أما تشيعية انها تؤمن بال المبادئ الإيرانية أو التشيع الإيراني. فإيران إذا كان الأمر صحيح أنهم يريدوا أن يوجدوا هذا الشريط إلى جوار المملكة العربية السعودية، إذا المملكة العربية السعودية ربما جائز، لأنه يريدوا يوجدوا شريط شيعي أو تشيعي، لأنهم هم زيدية لكن هؤلاء متشيعين وراء المال. لا ليس هم بشيعة، لكن هم معلش إذا سألتك ما هو الفرق؟ كمل. ليس هم بشيعة، هم متشيعين وهم زيديين، ولكن يركضون وراء المال ويريدون إيذاء اليمن وإيذاء المملكة العربية السعودية من خلال إيجاد هذا الشريط من نجران إلى جيزان، هذا في المملكة العربية السعودية، ومن صعطة إلى حرض إلى ميدي. هذا هم يريدوا هذا الشريط لإيذاء اليمن وإيذاء المملكة العربية السعودية، إذا صح التعبير، عن ما نستلم من معلومات ونتابع ونطلع على أدبياتهم. فهو هذا المخطط قائم على هذا الأساس، وهم يبحثون الآن، يركضون في اتجاه الغرب نحو البحر الأحمر لأجل أن يكون لهم باع على البحر الأحمر. هذا ما يهدفون إليه، أنهم يوصلوا إلى البحر الأحمر عن طريق ميدي. يؤثروا على الملاحة. نعم. أثروا على الملاحة في دخولها إلى جيزان والبحر العربي. والبحر العربي والبحر العربي والبحر الأحمر.